السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. تعرض طارق حامد لاعب اتحاد جدة السعودي إلى إصابة قوية خلال مواجهة الصفاقسي التونسي أدت إلى خروجه من ملعب المباراة ونقله إلى المستشفى. المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من البطولة العربية كأس الملك سلمان للأندية الأبطال. في الدقيقة 37 قام لاعب الصفاقسي حسين علي بتدخل عنيف على طارق حامد أدى إلى تعرضه لإصابة قوية على مستوى الوجه، لتدخل تقنية حكم الفيديو لطرد اللاعب من اللقاء. وأجرى المدرب نونو سانتو تغيير بإخراج طارق حامد متأثرا بإصابته المرعبة، وشارك بدلا منه سلطان فرحان، برجاء الدعاء لطارق حامد بالشفاء العاجل.